القطايف مش هقولك غير انك هتعمليها احلى من الجاهز مليون مرة، وبشوية دقيق ومية بس هتطلع معاكي كمية كبيرة قوي. هتعملي منها القطايف وهتكون مش هقولك ان هي موفرة، لا ده هتطلع مميزة عن بتاعة بره، وهتطلع معاكي طرية ومش شاربة ولا نقطة زيت. وهقولك كمان ازاي هنحفظها بقى في الفريزر طول الشهر. هتعملي الكمية بتاعتك وتخرجي منها وقت الفطار، وهتقليها وهتستخدميها على طول في اي وقت انت عايزاه فيه. هنسمي الله ونصلي على سيدنا محمد ونبدأ معانا الوصفة النهاردة بوصفة القطايف. هنجيب معانا 2.5 كوب دقيق ومعلقة خميرة فورية ومعلقة بيكنج باودر ورشة ملح وكمان معلقتين سكر ومعلقتين سكر خرز مش بودر. وبعد كده هحضر معايا 3 كوبايات مية دافيين. لو استخدمت معايا هنا خميرة فورية يبقى هستخدم المية هتكون دافية. هجيب معايا الويسك بتاعي هنزل بالميه كوبايه كوبايه وابدا اقلب فيهم كويس جدا لحد ما يدوب معايا دي تماما. وهتكون كمان القوام بتاع القطايف مش زي قوام الكريب، هيكون اخف كمان من قوام الكريب، بحيث ان احنا اول ما نصبها هتبدا ان هي تفرش معانا، وبعد كده هتقف زي ما هتشوفوها معايا. بعد ما خلصت ان هو خفق بالويسك ممكن انك انت كمان تضربيها في الخلاط لو انت عايزه او بالهاند بلندر. هبدا ان انا اصفيها في مصفى تكون ضيقه، هبدا اصفيها عشان التكتلات اللي هتكون موجوده عندي من الدقيق بتاعي، وهصفيها تماما وهيكون معايا القوام بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هسيبها لمده 7 دقايق معايا ان هي تريح، مش هتخمر ولكنها هي هتريح معايا. احنا ممكن نعمل الخطوه دي عندي في طاسه تيفال بتكون القاعده بتاعتها سميكه، لكن انا عندي جهاز الكريب فبشتغل عليه القطايف هو بالكهرباء. هبدأ ان انا اصب معاه بكبشة كده او بكوباية معيارية ربع كوباية على حسب الحجم اللي انت عايزاها عصافير صغيرة هتقللي الكمية اللي انت هتصبيها. عايزاها كبيرة شوية يبقى هتحدديني اول مقدار، وبعد كده هتحددي الحجم اللي انت عايزاه وهتبدأي تصبي بيه سواء بكبشة او بكوباية او بمعلقة عادية على حسب الحجم اللي انت عايزاه. طبعا انا هنا صبيت في الجهاز بعد ما سخنته كويس جدا لمدة 10 دقايق. وبرضو لو احنا استخدمنا الطاسة هسيبها تسخن كويس جدا على درجة حرارة عالية لمدة 10 دقايق، وبعد كده هدي النار للوسط. لما هتطلع معايا الكمية زي ما انتم شايفين بالشكل الجميل ده. بس اهم حاجة واهم خطوة ان اول ما اخرجها من على الطاسة احطها على قماشة واغطيها عشان تفضل معايا طرية. هنا لو عايزة ان انا هعمل القطايف انا عندي الحشوة هنا زبيب وجوز هند وفول سوداني. وهبدأ ان انا احشي القطايف بتاعتي، وممكن تستخدمي اي حشوة انت عايزاها. هنا عندي بعد ما هجهز القطايف عندي لا اما استخدمها ان انا اقليها واحطها في الشربات وهناكل منها وبالهنا والشفا، لا اما لو عايزه احفظها طول الشهر وهتفضل معايا زي اول يوم ان انا بعد ما انا احشيها ما ينفعش ان انا اشيلها قبل الحشو. لو شلتيها قبل الحشو مش هتنفع خالص. لازم ان انا احشيها الاول من القنار الابيض اللي انتوا شايفينه ده واقفلها كويس جدا جدا جدا، وبعد كده هحطها في اطباق واغطيها بستريتش او في علب محكمه الغلق وادخلها الفريزر على حسب الكميه اللي انا عايزاها. هخرج وقت الفطار الكميه اللي انا عايزاها او العلبه اللي انا شايلاها بالمقدار اللي انا عايزاه واقلي على طول، ومش لازم تسيبيها كمان تفك. هجهز عندي الزيت بعد ما سخن كويس، وبيكون عندي الشربات بكون محضره شربات تقيل بارد. الشربات عندي 2 كوباية سكر، كوبايه ميه، عصره ليمونه. هتفرق معايا لو انت بتحبي القطايف طريه يبقى هخفف الشربات بتاعي، هيبقى الشربات وسط. لو انت عايزاها مقرمشه واحلى من الجاهز وبتحبيها مقرمشه هتعملي 2 كوباية سكر وكوبايه ميه وهتغليهم بحيث ان يبقى قوام الشربات يكون تقيل، مش هتخليها ان هي تطرى. بعد ما اقليها على طول وهي سخنه هروح انزل بيها على الشربات بتاعي وبياخد كمان رشه فانيليا. هقلبهم كويس. اول ما يشرب اروح انزلهم على مصفى اصفيهم كويس جدا من الشربات، وبعد كده هبدا ان انا احطهم عندي في طبق التقديم. كل الخطوه دي كلها مش هتاخد معايا نص ساعه. وزي ما انتم شايفين الطبق الجميل التحفه ده ولسه فيه كميه كمان تاني، شايفين مش شاربه زيت تماما ولكنها شاربه الشربات بتاعها حلو جدا ومعقول، وكمان لما بتكون مرمشه بتكون تحفه. لو وصلت معايا لحد هنا حط لايك واشترك في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وانتظروني ان شاء الله الفيديو اللي جاي في وصفة جديدة ومن وصفات القناة. مع السلامة.